هو في ايه يا جماعه بجد؟ لا والله العظيم انا محتاج بجد حد يفهمني في ايه. هي الناس كلها بقت محتاجه تعديل سلوك. كل واحد لما بيصدق يقفش التاني في اي حاجه علشان يضره ويأذيه بالشكل اللي انت شفته من شويه وبتشوفه في الفيديو بتاع النهارده. يعني السواق اللي راكب عربيه سيرفيس او عربيه مشروع اللي هي بتاعه النقل الداخلي راح على سواق العربيه الكبيره دي وراح مكسر له المرايات وماشي، وبالتاكيد يعني حصل خلاف او مشاده ما بينهم وما بين بعض وهم ماشيين. لما كل الناس محتاجة تعديل سلوك ومحتاجة كل واحد يمشي وراها ضابط او امين شرطة، كل واحد ماشي فارض عضلاته على التاني وبيحاول يبين نفسه انه اجمد خلق الله، في حين انه لما بيتصور الصورة الجميلة وبينزل على صفحة وزارة الداخلية بيبقى واقف ايده ورا ظهره وواقف كاشش عامل زي الفرخة المبلولة. انت كنت فين وكان دماغك فين وانت عامل فيها بطل؟ طب السؤال اللي اهم من ده كله، السواق ده بيتعامل ازاي مع المواطنين اللي كل يوم بيركبوا معاه في العربية؟ اختي واختك ومراتك والموظفات والستات والرجاله كبار السن اللي احنا شفنا جزء منهم بيوقع الراجل المسن في الشارع. في ايه بجد؟ لما انت معلم لا في وراك ولا قدامك ولا تعرف تطلع نفسك من المصيبة اللي بتحط نفسك فيها، بتفرد عضلاتك ليه وبتعمل بطل في الشارع ليه؟ ايا ما كان الغلط اللي تسبب فيه. طول عمر الاماكن اللي زي القاهرة والمناطق دي فيها زحام، ده بيزنق على ده بيخش على ده غلط. ولكن احنا لما هنمشي نعاقب بعض في قلب الشوارع نلغي بقى الحكومة ونلغي الشرطة ونلغي المحاكم علشان خاطر كل واحد فيكم شايف نفسه بطل على التاني. علشان كده لما بنشير لكم فيديو وبنتكلم على فيديو ليكوا وبترجعوا تزعلوا وتعيطوا بعد كده، بتبقوا تستاهلوا لانكم كنتوا محتاجين تعديل سلوك. لما انتوا شايفين كم من الناس اللي بيتقبض عليها وكم من الحاجات اللي بتحصل في الشارع لمجرد ما تتصور يتقبض على الشخص تاني يوم وما بتتعظوش، عشان كده انتوا تستاهلوا انكم تتشافوا ويتسلط عليكم الضوء لحد ما الظواهر اللي ماشيه بصدرها وبدراعها وبمناخيرها على خلق الله وعلى المواطنين في الشارع تحترم نفسها وتتعلم الادب. انا والله لمجرد ما شفت الفيديو قلت اوريه لكم واتكلم فيه معاكم علشان توصلوا صوتنا لكل الناس، والشخص ده يشرف كمان كام ساعه على صفحه وزاره الداخليه. مش هوصيكوا بيه بقى، خليها تنضف.